عمرك سألت نفسك ليه في ناس لحد دلوقتي لما تفتح المحل ترش مية قدام الباب؟ ايه حكاية المية دي؟ تعال اقول لكم. من آلاف السنين كان في قدماء المصريين قبل أي طقوس بيعملوها جنائزية احتفالية أي حاجة بيرشوا مية طاهرة قدام المعبد، مش عشان ينضفوا، لأ، علشان يطردوا الأرواح الشريرة وينقوا المكان من الطاقة السلبية. وكان الناس اللي كان بتاعهم بيمشي بأبريق كده ويرش المية ويهمس بتعويذ محدش يعرفها غيره. والغريب ان العادة دي لسه عايشة معانا لحد دلوقتي. لسه في ناس بتفتح محل جديد ويرشوا المية قدام الباب ويقولوا اللهم ارزقنا وابعد عنا العين والشر. بس يا صاحبي، اللي نقطة المية دلوقتي اغلى من الذهب. فلو ناوي تفتح مشروع، بدل ما ترش مية رش نيتك الطيبة وقولها جواك اللهم بارك وافتح لنا فيها باب رزق حلال، وسيبها على الله من غير ما تهدر نقطة مية واحدة. حكاية من حكايات مصر.